تفتكروا عشان نجيب 5 طواجن مكرونة باللحمة من بره ممكن نحتاج كام؟ طيب تفتكروا الصينية الحلوة او الطاجن الحلو اللي احنا عاملينه ده اتعمل بقد ايه لحمة مفرومة؟ ما تيجوا نشوف مع بعض، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتشجعوني بكم. معلقتين من الزيت نزلت عليهم بقطع من دهون الكلاوي المبشورة، بشرتها ناعم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، والاجزاء اللي كانت كبيرة نزلتها الاول اديتها تشويحة عشان تسيح شوية، بعد كده نزلت بالناعم قوي. شوحت الدهون دي لحد ما نزلت المادة الدهنية اللي فيها وبقت صغننة خالص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ممكن نشيل القطع اللي باقية منها وممكن نسيبها، انا سبتها عادي. انزل عليها بقى ب3 بصلات كبار، بصل احمر مفروم معاه قرن فلفل رومي احمر. اول ما نزلت بالبصل نزلت بالملح عشان يدبل البصل معايا بسرعه. بعد كده ضفت كبابه صيني او اللي هي البهار الحلو، وكمان فلفل اسود ورشه من مرقه اللحمه. مش هضيف اي توابل تاني يا جماعه. نزلت بقى بنص كوبايه من الفريك، كنت فرماه كده او طحناه نص طحنه ونقعاه في ميه سخنه. سبته منقوع حوالي نص ساعة. نزلت بالفريك، فضلت اقلب فيه كده مع البصل حوالي 7 دقايق. هنخلص كده الخلطة دي، مش هنضيف لها لحمة مفرومة يا جماعة. الخلطة ما فيهاش اي لحمة مفرومة، وصفتنا النهاردة ما فيهاش لحمة مفرومة نهائي. كده تمام، الخلطة جاهزة معانا، نركنها على جنب. في حلة ضفت معلقتين من الزيت، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من التوم. عايزة التوم بس يلون لون ذهبي كده، وهنزل بمعلقتين 3 من الخل. بعد كده هنزل بصلصة طماطم او طماطم فريش مفرومة. لو هتستخدموا طماطم فريش فهتحتاجوا 1.5 كيلو من الطماطم، بمعنى ادق 1.5 لتر من عصير الطماطم. اديتهم رشة الملح والفلفل وكمان رشة من الكمون. هسيبهم ياخدوا غلوة واحدة. فردت بديل العصاج في الصينية اللي هدخلها الفرن، حطيت عليها المكرونة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. افضل نوع مكرونة تستخدموه هو المكرونة القلم، ويفضل كمان السايبة اللي من عند العطار، مش الاكياس اللي بتتباع في السوبر ماركت. حطيت عليها كل كمية الطماطم عشان هي اللي هتسويها يا جماعة. وركزوا كويس في كمية السوائل زي ما حضراتكم شايفينها معايا في الصينية، لازم تكون بالمستوى دوت، ولا ازيد من كده ولا اقل من كده. لو الطماطم عندكم قليلة شوية فممكن تزودوا مية سخنة. بندخل الصينية بعد ما نغطيها كويس على أرضية الفرن. طبعا بنكون مسخنين الفرن كويس قوي، تدخل بس 5 دقايق على الأرضية، بعد كده بنرفعها على الشبكة لمدة نص ساعة. وانا حطاها في صينية مش بتلزق. لو حضراتكم هتعملوها في صينية ألمونيوم او القوالب بتاعة المكرونة الفرن، فلازم ندهنها بمسحة زيت الأول علشان لما تيجوا تقلبوها تتقلب معاكم بكل سهولة. وطبعا قبل ما نطلعها من الفرن لازم نختبرها، نشوف تسويتها مظبوطة ولا محتاجة تسوية زيادة. نجهز بقى الدقة زي بتاعة الكشري، معلقتين من الزيت، نزلت عليهم بمعلقة من الثوم، رشة من الكمون وشوية من الخل، ياخدوا غلوة واحدة بس ونشيلهم. في نفس الطاسة هنزل بمعلقتين من الزيت، ونزلت بمعلقة كبيرة كده محترمة من الفلفل الحامي المفروم، هضيف له كزبرة وكمون، وننزل بالطماطم المتقطعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا اي كمية تحبوها. عايزين الطماطم دي تستوي كويس فنزود لها شوية من المية السخنة او مية عادية عادي، مش هتفرق هنا. هنحط كمان شوية من الملح ونسويها ونركنها على جنب. المكرونة كمان استوت، وشايفين حضراتكم شكلها عامل ازاي، بتتكلم عن نفسها، لذيذة وموفرة وبجد تحفة. وكالعادة لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا متابعة ولايك وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وكمان تسيبوا لي كومنت تقولوا لي رأيكم في فيديو النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.